أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تركي الدخيل يحييكم في حلقة جديدة من إضاءات. ضيفنا اليوم أيها الإخوة هو الدكتور أحمد البغدادي، أستاذ الفكر السياسي الإسلامي في جامعة الكويت. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله. دكتور، سنبدأ حوارنا من آخر المقالات التي كتبتها وأثارت يعني ضجيجا حول أفكار هذا المقال. كتبت مقالا في حيث تكتب في جريدة السياسة، أشرت فيه إلى أنك تود أن يعني تعترض على إلزام وزارة التربية المدارس بحصص القرآن، وتقول أود أن تبدل بحصص موسيقى. يعني هذا المقال وجد أصداء يعني سلبية كثيرة. الناس يقولون كيف يطالب أحمد البغدادي أن تبدل حصص القرآن الكريم بالموسيقى؟ أول شيء حياك الله، أنا لم أقل ذلك حتى تكون الأمور واضحة. أنا كان موضوعي بكل بساطة على سعي وزارة التربية الهيمنة على التعليم الخاص في الخضوع في الكويت والخضوع للتيار الديني. وهناك مقترح في التعليم الخاص وليس العام بأن تزاد كمية الدروس الدينية واللغة العربية بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم. فكانت هناك شكوى بأن الوقت لا يكفي، فقالوا يجب أن يكون ذلك على حساب حصص الموسيقى مثلا والنشاط العام وفي المرحلة الثانوية. فقلت لهم بكل بساطة أنا أدفع ثمن تعليم ابني، أنا لا أتلقى مساعدة من الحكومة، وبالتالي أنا أريد ابني أن يتعلم لغات أجنبية، وأريد أن يدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات. لا يحتاج ابني لما هو موجود، ما هو موجود كفاية من الدروس الدينية. نعم. لا يحتاج ابني إلى حفظ القرآن الكريم، وأتمنى أنه هو يكون عنده ذائقة موسيقية، مش يحفظ القرآن، أوريدي اللي موجود كافي. وبالتالي أنا من حقي أني أوجه ابني للتعليم الذي أعتقد أنه أراه مناسب. للأسف الشديد أن المغرضين وهذا التيار أرادوا تشويه الصورة، وقالوا الدكتور أحمد البغدادي اللي تفضلت فيه. تمام. أنا لم أقل يريد أن يبدل حصص القرآن الكريم. لم أقل ذلك. أنا قلت لا أريد أن تكون هناك حصص على حساب أنك تلغي الموسيقى. أعتقد أن الموسيقى جدا هامة، وخاصة وأن الشباب الآن متأثر جدا بالأطروحات الدينية. وأنا أحد الأشخاص الذين لا أأتمن مدرس الدين على تعليم أبنائي. طيب إيش المشكلة أن الشباب يعني يتأثرون بالأطروحات الدينية؟ والله أنا أشوف الإرهابيين اللي موجودين في السعودية، وأشوفهم في الكويت، وأشوفهم حول العالم. واليوم تحديدا اللي احنا فيه، في حدث كويتي تم استجلابه من سوريا، سافر بدون علم أهله بتأييد ناس من التيار الديني، حتى أنه هو يقاتل. تقصد أنه شاب صغير يعني. صغير عمره 17 سنة. والأب الكويتي اتهم علنا في جريدة الرأي العام القوى الأمنية في الكويت بأنها تعلم عن هؤلاء وتسكت عنهم. هو الشاب، بس على أساس تتضح الفكرة المشاهدين والمستمعين، هو شاب ذهب ليقاتل في العراق. لا، هو راح سوريا. هل يتم تهيئته للقتال في العراق؟ ماني عارف. ما في قتال في سوريا. المهم يعني هذا اللي أنا قريته، عرفت شلون؟ والولد حدث، والابن والأب والأم وقعوا في مشاكل كبيرة، والأم أصيبت بإغماءات وما إلى ذلك، وسعي حثيث وتدخل السفارة الكويتية. ثم يقول الأب أنه تفاجأ أن الابن سافر فجأة، وأن هناك من قام بتمويله وترك خطاب يؤيد الجهاد وما الجهاد. أنا بكل صراحة انطلاقا من حقي الشخصي، من حقي الشخصي الذي أدفع ثمنه في تعليم ابني، وأنا تركت التعليم العام المجاني، تمام، ووجهت ابني للتعليم الخاص رغبة في أن أوفر له مستقبل. وأنا أرى حقيقة أن المندفعين نحو الأفكار الدينية للأسف الشديد يقدمون صورة نيجاتيف، سلبية، وهذا يعني ملاحظ في السعودية، ملاحظ في الكويت، ملاحظ في كثير من الدول. واعتقد ان من يعني ينكر ذلك اعتقد انه يكاب. طيب، انت تقول قبل قليل دكتور احمد انك لا تأتمن مدرس الدين على اداء معلومات لابنك داخل الفصول، يعني من تأتمن اذن؟ يعني هل تريد مثلا ان امتدادا لهذه الفكرة انه يفصل مدرسين الدين مثلا؟ والله يفصل، ما عندي مانع. يأتون بأستاذ مدني يقوم بتدريس المادة. ماذا تقصد مدني؟ هل هذول مدرسين أقصد أنه هو متعلم يعني في جامعة عادية مدنية، وأنه ليس متأثر بالطروحات الدينية، وأنه ليس منتميا
إلى التيار الديني، طيب من كما هو حاصل في التعليم العام منذ سنوات وسنوات، إلى أن خرجت لنا المعاهد الدينية ومراكز تحفيظ القرآن. من يريد لابنه أن يحفظ القرآن عليه أن يذهب مراكز تحفيظ القرآن. والدولة في الكويت كانت في الماضي، لا أدري عن الآن، كانت تدفع مبلغ من المال مقابل هذا الحفظ. يعني أنا أول مرة أشوف إنسان يحفظ كتاب الديني، كتاب الله، بفلوس، ومع ذلك هو حر. يعني لتشجيع في النهاية، لتشجيع. والله كيف هو حر، أنا لا أتدخل في ذلك، كل إنسان حر، يحب يروح عشان فلوس، يحب يروح عشان منصب، هو حر. لكن لماذا تفرض علي؟ أنا أدفع فلوس، أنا أدفع 2000 دينار في السنة. تمام. طيب في شيء مهم، أنا لست بصدد الدفاع عن وجهة نظري، وإنما أنا أعتقد هذا رأيي. أنا هذا بالتالي ما هو موجود كافي، الوزارة تتدخل وتفرض منهج ديني معين. طيب هذه واضحة يا دكتور الفكرة، لكن أنت قبل شوي تقول والله أحسن أنهم ما يصيروا موجودين. طيب من إذا مدرس الرياضيات مادة الرياضيات لا تخلط الأمور. بس خلي أشرح فكرتي إذا سمحت لي. يدرسها متخصص في الرياضيات، إذا الإنجليزي يدرسه متخصص في الإنجليزي، لماذا الدين بالذات لا تريد أن يدرسه رجل متخرج من كليات والله أنا ما أعتقد، أنا ما أؤمن في شيء اسمه متخصص في الدين. أنا عارف أن الدين جزء من اللغة العربية، فمن يدرس في اللغة العربية يستطيع أن يدرس الدين. طيب العلوم الشرعية في تقديرك أليس؟ والله أنا أعتقد هذه كلها من اختراعات الفقهاء لكي يتعيشوا على السلطة. ما في شيء اسمه نعم، ما في شيء اسمه دكتوراه في الشريعة، ما في شيء، هذا كلام فاضي حقيقة. يعني ما في شيء اسمه ماجستير. يعني هل يقتنع الإنسان العادي أن أحكام الطلاق في المعهد الديني تختلف عن أحكام الطلاق في كلية الشريعة؟ طيب لكن في النهاية كتب الفقه، هذه الكتب، هذا النتاج الضخم من الفقه، ألا يكفي مثلا ليشكل علما في تقديره؟ لا، ليس علما. الشريعة ليست علما، الشريعة دين. أصلا أولا ما في شيء اسمه شريعة بالمناسبة. في دين، والدين في أحكام. الشريعة شيء مختلف. أحكام الشريعة ما تصير علم؟ أحكام الدين لا ليست علم، ليست علم، موجودة في القرآن وطبق الأحكام، ما في علم، ما في شيء اسمه علم. هذه المناهج اللي موجودة أنا أعتقد جت مع الوقت، تمام، لكن في الأصل مش موجودة. أنا لا أمانع أنه هو يدرس دين، هو حر، خليه يدرس دين، أنا ما عندي أي مشكلة، أي واحد يدرس أي شيء، تمام. لكن أنا اللي أقوله بالضبط، ما في داعي أنك أنت تفرض عليه شيء أنا أدفع ثمنه. أنت الحين هل من حقك تفرض علي أشتري بضاعة أنا ما أبيها؟ لا بطبيعة الحال. إذا أنت وضعت منهج ديني في المدارس الخاصة، أوكي أنا قبلته، ليش تزيد علي؟ الهدف ليس الدين، أنا دائما أقول الهدف هو السيطرة. يريدون تخريب التعليم الخاص. السيطرة كيف؟ يسيطرون على نتاج التعليم الخاص مثلا؟ نعم، ويسيطرون على الشباب في الثانوية. لاحظ أن هذا المنهج في الثانوية وليس في المتوسطة والابتدائي. طيب أنت ما تفرق دكتور أحمد بين التيارات الدينية التي تحمل السلاح والتي لا تحمل السلاح؟ واضح أنك يعني تعتبرهم واحد تقريبا. هم واحد، نعم، لا يوجد معتدلون في التيار الديني. إذا وضعت على المحك سوف يخرج جوهر الأساسي، وهو أنه يؤيد العنف. يعني كلهم واحد؟ نعم. كل المتدينين تعتقد أنهم واحد؟ طبعا شوف، أنا لا تقول لي أن في ناس شذاذ، أنا ما أتكلم عن أفراد، أتكلم إحنا دائما عن الظاهرة العامة. تمام؟ اقرأ كتاباتهم، أنا لا أتكلم عن واحد يروح المسجد ما يكتب، أنا ما أدري عنه، هذا ما لي شغل فيه. أنا أتكلم عن الكتاب، أتكلم عن الموجودين في الإخوان المسلمين، الموجودين في السلفية الجهادية، الموجودين في التيارات هذه. أنا أعتقد الآن ما يحدث في السعودية يعني يجعل كلامي إلى حد كبير صحيح، يعني انه كله. طيب يعني في النهاية هل تعتقد اذا امتدادا لهذه الفكرة بان اصول الاسلام فيها مثلا مبادئ ارهابية؟ لا، انا ما اقول هذا. النص الديني كما يقول علي بن ابي طالب حمال ذي وجوه. كل واحد يأول النص كما يراه. اذا تقول والله اتكلم عن التسامح، تقول لي فجادلهم بالتي هي احسن. تقول لي عن عنف، تقول فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. مش مشكلة في قصة النص، كيف تستخدم النص. استخدام النص هو المشكلة، تمام. احنا في الفكر الديني للاسف الشديد لا نجعل للنص بدايه ونهايه في مساله تاريخيته، ظرف، اسباب نزوله، لا احنا نريد ان يمتد ويمتد ويمتد، ونسقط الماضي على الحاضر، ونعيش ازمه في هذا الجانب. وانت تريد من النص ان يكون مربوط بالحادثه فقط التي نزلت به؟ نعم، اذا كانت تتعلق بالحادثه فلتتعلق بالحادثه. ما في داعي انك انت تمد العملية وتؤذي نفسك. يعني أنت لا تميل إلى أن العبرة بعموم لا أبدا، أنا يعني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وأنا أؤمن بأنه لابد أن يكون في اجتهاد في النص كما فعل عمر بن الخطاب. طيب يعني أليس من حق الآخرين أن يؤمنوا بعكس هذه النظرية بأنه العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص من حقهم دون أن يؤذي الآخرين، من حقهم بدون ما يلزمك، يعني دون إيذاء الآخرين. شوف، أنا أؤمن بأن من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه كما يشاء، بشرط أن نتوقف عند حدود الكلمة.
حدود الكلمة. أنت ترى هذا الأمر، أنا أرى شيء مخالف، أنت تتبنى مذهب بن حنبل، أنا لا أتبنى أي مذهب كل واحد فينا حر، لكن يجب ألا يتعدى ذلك إلى السلاح أو إلى العنف اللفظي أو إلى العنف اليدوي. ولا الإلزام بقول الإلزام خاص بولي الأمر، أن يتحول هذا الإلزام إلى قانون، ثم بعد ذلك يلزم الجميع، المسلم وغير المسلم، ما دام مواطن وما دام موجود على أرض الدولة. لكن إذا تجاوز هذا الحق، حق الرأي إذا تجاوز إلى العنف، فأنا أقول لك مرفوض. تفرق بين ولي الأمر والحكومة أنت ولا لا هو نفسه يعني، بس ولي الأمر مصطلح ديني لا أقل ولا أكثر يعني لأني أنا عندي الآن نصوص كثيرة أنت يعني تتحدث فيها، تقول مثلا في اعتراضك على هيمنة التيار الديني في الكويت: الوضع في الكويت وهيمنة التيار الديني شيء غير معقول يفقد الحليم صبره وأحيانا عقله. ثم تتحدث عن تحالف الحكومة مع التيار الديني، وأنت قبل قليل تقول أن من حق ولي الأمر أن يفرض في النهاية. لماذا لا تعتبر أن من حق ولي الأمر أن يتحالف مع من يشاء؟ لا، التحالف سياسي، ما يفرضه ولي الأمر يتحول إلى قانون، وشتان بين الاثنين. يعني التحالفات السياسية ليست ملزمة لأحد، التحالفات السياسية تقوم بناء على مصالح خاصة تراها السلطة لكي تحقق أهداف معينة. تمام؟ أعطيك مثال بسيط: أن يتقدم التيار الديني مثلا بقانون الفصل بين الجنسين في جامعة الكويت برغم ما في هذا من تكلفة مادية وبشرية. تأتي الحكومة في سبيل إرضاء هذا التيار لكي تحصل ربما على مكاسب أخرى فتسمح له بذلك. هذا التحالف تحول إلى قانون. هذا القانون أنا في الجامعة أنا ملتزم فيه، سواء أعجبني أم لم يعجبني. بس من حقك تعترض عليه. إذا تحول قانون خلاص أكتب أعترض عليه، لكن ما أقدر أسوي، لازم أطبقه. تمام؟ لكن أنا أعترض على هذا الأسلوب، أن الحكومة تتحالف مع التيار الديني لتحقيق مصالح معينة. التحالفات السياسية مما هو معروف في السياسة ما لها علاقة في الدين. طيب أنتم ليش ما تلعبون سياسة وتتحالفون مع الحكومة مثل التيار الديني؟ قصدك عن الليبراليين مثلا؟ والله طبعا أنا أعتقد في فروقات كبيرة بين الاثنين. يعني من منعكم أنتم من أنكم في النهاية تشكلون تيار تستطيع ترى الحكومة أن من مصلحتها العمل معه فتتحالف معه؟ لا، لأن في الخمسينات والستينات والسبعينات كان هالتيار موجود، كانت الحكومة متحالفة معه، كانت قوانين تظهر معبرة عن هذا التحالف. الآن سقط الفكر القومي وسقطت معه المفاهيم الليبرالية والمجتمع العربي أصلا. يعني أنت تقر بأن المفاهيم الليبرالية سقطت؟ أي كمفاهيم بالنسبة حق الناس نعم. الآن كثير من الناس لا يؤمنون بالديمقراطية، لا يؤمنون بالمساواة، لا يؤمنون بالحريات، هاي مفاهيم ليبرالية. تمام؟ اليوم مع هيمنة التيار الديني الناس للأسف تبنت هذه الأمور. تمام؟ وبالتالي أصبحت الآن التحالفات السياسية مع الطرف الأقوى، وهذا أمر طبيعي. طيب. يعني أعطيك مثال بسيط، يعني ممكن في حتة في الدول الغربية يتحالفون مع حزب شيوعي عنده كم كرسي علشان يحصلون على أصواته، فهذا أمر طبيعي أنا ما أنكره. لكن أنا أقول لك أن تتحالف، ما عندي مشكلة في التحالف، بس لا يكون على حساب الدستور وعلى حساب الديمقراطية وعلى حساب الحريات. هذه هي المشكلة الموجودة في العالم العربي. يعني إذا بس المشكلة في أنها هذا التحالف قد يؤثر على الحريات بشكل أو بآخر. طبعا. بس هذا التحفظ لا مش هذا التحفظ، هذا واحد من التحفظات، تتكلم عن نطاق واسع. طيب، أشرت قبل قليل دكتور أحمد البغدادي إلى أنه لا يوجد قبول بالأفكار والمفاهيم الليبرالية لدى الشارع العربي وبالذات الشارع الخليجي. الكويت نموذجا على سبيل المثال. ألا تعتقد بأن هذا يعني دلالة على أن طرحكم كليبراليين في الخليج لا يجد صدى لدى الشارع؟ شوف، الليبرالية فكر قبل أن تكون ممارسة. يعني هي استقرت كفكرة أولا في الغرب ثم تحولت إلى ممارسة. في الأربعينات والخمسينات والستينات وإلى حد ما السبعينات كانت فكر. ليش؟ لأن السلطة كانت تتبنى هذه المفاهيم. أعطيك مثال بسيط: انقسام التعليم مدني وديني، انقسام القضاء مدني وديني. تمام؟ القوانين الوضعية. تمام؟ فهذه كلها مفاهيم ليبرالية جاءت مع الدولة القومية. الآن في هيمنة التيار الديني والسلطة وجدت أنها من مصلحتها أنها تتحالف مع هذا التيار. فشو اللي يحدث؟ اللي يحدث أنه أيضا يحدث تغير في الشارع وفي القوانين. لأن اسمح لي، أنت لما يجي تلفزيون مثل تلفزيون الكويت ويعرض له مثلا 3-4 برامج دينية، 5 برامج دينية، هذا يؤثر، في حين ولا برنامج واحد يتحدث عن المفاهيم الليبرالية. أنت كيف تخاطب الناس؟ فإذا هذا أنا أتكلم عن مصدر واحد من المصادر، غير ما يتم نقله في المدرسة. غير أعطيك مثال بسيط: الحكومة الكويتية إلى اليوم رافضة لتدريس الدستور في المدارس،
ونحن دولة دستورية. دكتور خلينا نكمل بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور أحمد البغدادي، فابقوا معنا. أيها الإخوة حياكم الله في إضاءات من جديد، لازلنا مع الدكتور أحمد البغدادي. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن مثال رفض الحكومة لتدريس الدستور. سأجعلك يعني لأني وعدتك تكمل هذه الفكرة ثم نعود إلى أسئلة. يعني احنا دولة دستورية لأكثر من 40 عام الآن، ومع ذلك لا يتم تدريس الدستور في المدارس خاصة في الثانوية. والمفترض أنه يدرس الطالب من المرحلة المتوسطة حتى، لكن للأسف الحكومة الكويتية لا تريد المواطن الكويتي أن يعلم حقوقه الدستورية، لأن وجود دستور. لماذا طيب لا تريد الحكومة؟ يعني إيش مصلحة الحكومة أنها ما تخلي الواحد يعرف حقوقه؟ والله شوف، الحكومات العربية بشكل عام ليست حريصة على حقوق المواطن مهما ادعت خلاف ذلك، وبالتالي عندما أنت تخاطب الحكومة بالقانون وبالدستور، وهي حكومة كثيرا ما تخالف القانون وكثيرا ما تخالف الدستور، تتورط. فما بالك إذا توسعت القاعدة التي تناقش والتي تبحث في هذه الحقوق، ومن ثم يكون لديك مواطن عندما يكبر واعي تماما بحقوقه. هذا مأزق سياسي شرح صامويل هاتينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات لما تكلم عن أزمة هذه الأنظمة المتغيرة، وهو أنها تعتقد أنها عندما تقدم الديمقراطية والدستور لشعبها أن الأمر سيتوقف عن مجرد التقديم دون أن تعي أنها في يوم من الأيام سوف تسأل لماذا. يعني إذا أنت تقر بأن الديمقراطية خطيرة على الحكومات العربية؟ طبعا ما في شك، الديمقراطية خطيرة حتى على الأب وابنه. يعني أنا لما ابني ناقشني بمنطق الديمقراطية ويقول هذا حقي، تعتقد أني أنا أكون مرتاح؟ لأنه ينتزع منك صلاحياتك اللي أنت يعني بالهيمنة الأبوية تستطيع. نعم. ولذلك الإنسان العربي والإنسان المسلم بشكل عام دائما هو نفسه مستبد، هو لديه في الداخل مستبد صغير يستبد بالآخرين، كما يستبد به خارج المنزل يكون هو مستبد داخل المنزل، مستبد في العمل على. هذا نتاج ثقافة في تقديرك؟ نعم طبعا نتاج ثقافة ونتاج تراث في الاستبداد. طيب أنت دائما تتحدث دكتور تشيري لأنه لا وجود في الثقافة العربية والإسلامية لمصطلحات حديثة من الدولة الديمقراطية. نعم. الحضارة. لماذا في تقديرك يعني لا يوجد؟ لأن نحن لا نمتلك هذا التراث. يعني أعطيك مثال بسيط، إذا ترجع أنت للفكر الغربي يعني 500 سنة قبل الميلاد ستجد كتابات أرسطو، وتجد مقالات أو أطروحات سقراط في الجمهورية لأفلاطون، وتجد ماذا تجد في تراثك؟ الكواكبي مثلا. كواكبي حديث وأخذ من الفكر الغربي. ابن خلدون لم يقدم شيء غير ما يتعلق في نظرية العصبية، لم يقدم لا في الحرية ولا في الديمقراطية ولا ما قدم أبدا. يعني أنت ترى أنه كل الفكر العربي والإسلامي ما قدم شيء فيما يتعلق بالحريات؟ نعم ما في. فيما يتعلق بالأنظمة؟ نعم ما في. هو أنا اللي يؤلمني مو لأنه ما في، إن احنا ما طورنا. يعني كان بإمكاننا أن احنا نأسس مع الفكر الحديث ونطور مستمدين بعض التفسيرات من تراثنا، وأنا ذكرتها في كثير من المقالات. أنت لما تقول لا إكراه في الدين، هذه قاعدة تستطيع أن تتوسع فيها، مش تعملها وان واي ومسدودة آخر الطريق. كيف يعني تعملها وان واي؟ يعني تقول أنت لا إكراه في الدين قبل لا تدخل الإسلام، إذا دخلت في الإسلام فأنت مكره. طيب ليش ما تطور مفاهيم الحرية عندك؟ طيب يعني أنت دكتور، هل الإشكالية عندك إشكالية في النص مثلا، أم أن الإشكالية يعني في النص الإسلامي مثلا، أم أن الإشكالية في تقديرك في الممارسة؟ عزيزي، النص هو في النهاية نص مكتوب يتحكم ويؤوله ويفسره الرجال. في التفسيرات يعني؟ في التفسيرات والتأويلات والشروحات. النص لا ينطق. النص في النهاية أداة جامدة. الإنسان هو الذي ينطق هذا النص، ومن ثم يعتمد على التفسير. هل تذكر أنت كتاب واحد في التراث الإسلامي عن الحرية؟ أنا أتحدى وتحديت أكثر من مرة. مفهوم الحرية مفهوم حديث يا دكتور. ما يهم هل أحد كتب فيه أيا كان المكتوب. يعني هذا المفهوم مفهوم إنساني يتشكل. مساواة، في كتاب في المساواة. المساواة أصل من الأصول. في كتاب في المساواة. يعني أنا لست في سبيل الاستقصاء الآن، لكن ما في. يعني أنا أؤكد لك أنه ما في. أنا متخصص في فكر السياسة الإسلامي،
ولدي أكثر من 25 بحث، ولدي بعض الكتب، وحضرت الكثير من الندوات. ما في. طيب كل مرجعيتنا اليوم غربية، كل مرجعيتنا اليوم غربية. طيب وش الحل في تقديرك؟ أنا أعتقد الحل يعني هل النزوح، ترك المفاهيم؟ دائما أنت تتحدث عن المفاهيم الإنسانية، المفاهيم الإنسانية، هل أنت تميل إلى إلغاء المفاهيم الدينية في مقابل المفاهيم الإنسانية؟ لا، شوف، لا يستطيع أي أحد أن يلغي مفاهيم الدينية من شخصية أي إنسان، سواء كان مسلم ولا غير مسلم. ما أقدر أنا ألغي المفاهيم الدينية من الهندوسي أو من المسيحي، ما أقدر. نفس الشيء بالنسبة للمسلم، المفاهيم الدينية صيغة في الشخصية نفسها. تمام. أنا اللي أقوله أنك أنت أن توسع المدارك، بحيث أنه إذا كان النص يسعفك كان بها، إذا كان ما يسعفك أخذ من الدنيا، أخذ من التراث الآخر، أخذ من الأفكار. يصير عندك انتقائية يعني. نعم؟ انتقائية يعني. مش انتقائية، لا مش انتقائية. يعني أنت الآن اسمح لي، أنت الآن عندك الديمقراطية، تمام؟ ما هي الديمقراطية الموجودة عندك؟ الديمقراطية الغربية. ما عندك ديمقراطية إسلامية ولا عندك ديمقراطية عربية. الكلمة نفسها، المصطلح. عندك شورى. مش ديمقراطية، أنا أتكلم عن الديمقراطية. ديمقراطية حكم الشعب. الشورى مش حكم الشعب. وأنت ملزم بالديمقراطية في تقديرك؟ لا، أنا أتكلم إذا أنت تريد أن تأخذها الآن. هي الآن الديمقراطية الأسلوب الوحيد للحكم الجيد، إذا ما بيقول الحكم الصالح، اللي هو يقدم الحدود الدنيا من المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ولو بدك تقول الحكم الصالح؟ لا، الديمقراطية في اقتناع الحكم الصالح، ما في شك في ذلك. الحكم ولو خيرت بين أسوأ برلمان وأحسن مجلس شورى لاخترت أسوأ برلمان. لأن هذا وضع باختياري، وهذاك وضع بخارج نطاق اختياري. طيب. لماذا لا ترضخ أنت لهذه الديمقراطية وتقبل في النهاية هيمنة التيار الديني، لأنه هو الديمقراطية قادت إلى هذه الهيمنة في الكون؟ لا، في خطأ كبير للأسف الشديد ويقعون فيه حتى الليبراليين، أن الديمقراطية هي تصويت. لا، مش صحيح. أنا لما أتفق أو يتفقون آبائي أو أجدادي على دستور اسمه دستور دولة الكويت، وهذا الدستور ملزم لكل من وجد أثناءه ولكل من يأتي بعد. هذا هو العقد الاجتماعي. ليس من حق أحد يأتي ويقول أريد أن ألغي هذا الدستور. طيب ما في حد داعي لإلغاء الدستور؟ تبديل. أنت لما تبدل فيه في النهاية يتشوه. طيب كيف تتطور؟ حتى دستور الولايات المتحدة في مواد في فرق. دستور الولايات المتحدة ليس دستورا جامدا. أنت وضعت دستور جامد في البداية. في فرق طبعا. جمدت جمود مطلق في 5 سنوات الأولى حتى لا يحدث التغيير وتستقر الحياة الدستورية. ثم جمدته تماما بحيث أنك صعبت مسألة التغيير إلى درجة تكاد تكون مستحيلة. لماذا؟ الهدف هو استقرار الحياة الدستورية كشعب ناشئ، كشعب ما في عنده تراث في هذا الجانب. أمريكا لها تجربتها الخاصة. وبالتالي أنت تعتقد تعديلات على الدستور الكويتي تتناقض مع الديمقراطية؟ نعم. أنت لما تطالب بتغيير الدستور، نعم، أنا لم يأتي بك بالبرلمان عشان تغير الدستور، أنا جئت بك أنت أقسمت أنك تحافظ على الدستور. النائب يقسم أنه يحافظ على الدستور. طيب كيف يحافظ على الدستور بتغييره؟ غير الدستور من خلال قنوات شرعية يعني. تمام، ما أختلف معك، بس أنت ما تغير في جوهره. يعني مثلا ما تقدم قوانين مناقضة للحريات، ما يصير، لأن الدستور يقول لك وسع في الحريات بس ما تضوقها. عشان شيء أقول لك الحكومة ما تدرس الدستور للشباب، ما يعرفون هذا كثير. أنا أتحدى إذا كان وزرائنا قرأوا الدستور. طيب، أو حتى نوابنا معظمهم. خلينا نعود إلى فكرة أنه أنت تقول الديمقراطية ليست تصويت. وش الديمقراطية في تقديرك يا دكتور؟ شوف، الديمقراطية لغاية القرن التاسع عشر كانت الصورة التقليدية الموجودة في الكويت، فصل بين السلطات وتصويت. تمام. في القرن العشرين أصبحت روح، أصبحت أسلوب حياة. أنك أنت الديمقراطية مش في الدستور، الديمقراطية في الحياة نفسها، في المساواة بين الناس. مثلا أنك أنت المقيم يحصل على جنسية خلال 50 سنة أو يحصل خلال 5 سنوات، يشارك في التصويت في نقابات قبل كتدريج إلى المشاركة في الانتخابات العامة ولا ممنوع. لما يقيم عندك يكون جزء من الحياة العامة ولا منبوذ. المرأة تتساوى مع الرجل ولا لا تتساوى، وهلم جرا. هذه روح الديمقراطية. أنا اليوم شو يفيدني أن السلطات مبدأ السلطات فصل بين السلطات؟ أوكي، نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، أنا بأسلوب الحياة في الكويت ديمقراطي. بس هذه الروح قد يقول يعني يختلف البعض في تفسيراتها أيضا، مثل ما أنت تريد للنص الديني، ويجعل هذه الروح قد يجعلها واحد مثلا فضفاضة كثير ويجعلها واحد أكثر ضيقا في شخص آخر. أعتقد أن الحس الإنساني يختلف عن المفاهيم الإنسانية. أنا ما أعتقد في إنسان يقبل بعدم المساواة بين الناس. طيب دكتور، خلينا ننتقل إلى عنصر ثاني. أنت في مقابلة
في مقابلة في جريدة القبس طالبت بإلغاء كليات الشريعة، واعتبرت هذه الكليات أنها تخرج إرهابي. لا، أنا ما قلت تخرج إرهابيين، أنا قلت تساهم في صناعة مناخ إرهابي. كيف يعني تساهم كليات الشريعة طيب في تقديرك؟ طبعا أول شيء رئيس الوزراء الكويتي أوشك أن يصدر قرار من خلال مجلس الوزراء بإغلاق كلية الشريعة وتحويلها إلى كلية الحقوق. وكانت الحجة أنها ما في لهم وظائف، ثم تراجع عن ذلك تحت ضغط التيار الديني والمصالح السياسية. للأسف الشديد أنا اللي أشوفه أن كليات الشريعة، خلني أقول على الأقل في الكويت، ما علي من الآخرين، اللي فيها داخل الأساتذة مؤدلجين، هو ينتمي إلى تيار ومن ثم ينقل أفكاره إلى الآخرين. وأعطي مثال عليه بعد الكويت السعودية، الأربعة الذين تم منظري التكفير، أي الذين يعني شفناهم في التلفزيون السعودي يدعون تلامذتهم إلى التراجع عن مقولاتهم، والطلبة لم يتراجعوا واعتبروا أن ما حدث في التلفزيون هو إرغام وإكراه. فأنا طيب وش علاقة هذا بكلية الشريعة؟ هذا الطالب من وين يتلقى المعلومات هذه؟ وين هذا الأستاذ درس كلية الشريعة؟ هذا وين يدرس؟ الحقوق؟ لما كانت الشريعة جزء من كلية الحقوق كانت الدنيا بخير. عندما أرادت السلطات الرسمية أن تعطي للتيار الديني هيمنته، سوت له كليات وهي الآن تدفع الثمن. لا أحد ينكر الآن أن الآن في ثمن مر قاعد يدفع، وثمن غالي قاعد يدفع من أبناء. وأنت تعتقد أن يعني الوسيلة للقضاء على الإرهاب تمر من خلال إغلاق كليات الشريعة والمعاهد الدينية؟ أنا أقول كليات الشريعة والمعاهد الدينية وتحويلها كلها للتعليم المدني. بمعنى احنا ظلينا سنوات ندرس في التعليم المدني. احنا انا واحد من الناس ومعاي اجيال درسوا في المعاهد المدنية. هذا احنا بخير وعافية. لماذا هذا الانغلاق؟ هل تعلم انه في كلية الشريعة يدرسون مقرص من الفرق الضالة؟ دع عنك ما يحدث من تكفير وغيره وغيره. هل هذا شيء سوي؟ أنت تعتقد أن هذا يصنع مناخ الإرهاب؟ طبعا. ولا تعتقد أن هناك فرق ضالة؟ ما عندك لا ما في فرق ضالة، ما في فرق ضالة، كل واحد ودينه، أنا مالي شغل فيه. أنا في قناعتي لما بدرس كمدني لكم دينكم ولي ديني، هذا نص قرآن. لكم دينكم ولي دين. والله الله يحاسب الإنسان على دينه، مش أنت تحاسب الإنسان على دينه. كيف قاعد أنت تحط في ذهنية هذا الشاب أن هذاك كافر وهذا مش عارف إيش وهذا كذا وهذا بيدخل النار وهذا، أنت ما شاء الله هذا شيء أمر متروك لله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. يعني أنت الحين يعني الله يقول حق رسوله ما ترغم الناس كلهم يكونون مسلمين، ولو شاء لجمعهم على الهدى. يعني طيب إذا كان الله يقول كل هذا، منو أنت يا البني آدم أنت علشان تقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا تشيل الجنة وهذا تشيل النار؟ مو صحيح هذا الأسلوب. هذا خطر، هذا أسلوب خطر في التعليم. طيب في تقديرك أنت يعني كلية الشريعة هي المناخ والحاضن؟ للأسف الشديد تحولت، للأسف الشديد. يعني أنا عارف تماما معلوماتي في كلية الشريعة في الكويت هناك صراع أيديولوجي ديني بين الأساتذة. طيب لماذا دكتور يعني ليش تحارب كلية الشريعة ما تحارب مثل الإسلام المؤدلج، فتصير مثلا أنت الآن يعني أكثر تحديدا؟ يعني ماذا أفعل إذا كانت كلية الشريعة هي مؤدلجة؟ اسمح لي سيدي أعطيك مثال. خرج لنا عميد كلية الشريعة في الكويت يحرم، والتحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى، يحرم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 10 دوائر. أنا أترك الجمهور يحكم على العميد. يعني أنت في تقديرك أنه لذلك يجب أن نغلق؟ لأنه أنا أعتقد نعم، كليات الشريعة أصبحت للأسف يعني الثقافة المقلقة، الثقافة المنقلقة للشباب، وأنا أعتقد هذا ما هو سليم، يجب أن يكون في انفتاح. أنا لا مانع أنك تدرس الدين، كانت كليات الحقوق تدرس الشريعة. طيب ليش ما تعتبر أنت أن من حق الطلاب أن يختاروا، ومن حق الشخص في النهاية أن يختار يدرس شريعة ولا يدرس قانون ولا يدرس، يعني ليش ما تعتقد يعني وأنت تطالب بالحريات وبالديمقراطية بأن هذا شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، أدرس اللي أنا أبغى؟ لا كلية الشريعة تأسست لأسباب سياسية مش لأسباب دينية، في ظل التحالف السياسي، تمام؟ ولا أنت ما عندك حدثت هذه، قامت هذه الكليات. أعطيك مثال بسيط. في ذات المقابلة أنت تقول خلهم يدرسون في الأزهر وفي الزيتونة، ما يدرسون عندنا، يعني إيش معنى الأزهر والزيتونة؟ لا أنا أقول لك مثال بسيط.
مو في كلية الأزهر في مصر، وفي المقابل في إيش؟ في دار العلوم. تمام. جامعة القاهرة فيها كلية شريعة؟ لا، في أزهر. في أزهر. هذه الدول تأسست فيها في الأصل تأسس فيها هذه المدرسة. وهي مدرسة لها خلني أقول طبيعتها الخاصة التي لم يستفد منها المجتمع في شيء ملموس، فأنشأت لها كليات الطب وكليات المش عارف إيش وكليات الهندسة. يعني جامعة الأزهر فيها. لماذا تنشئ لها مثل هذه الجامعة؟ لماذا في تقديرك؟ لماذا لا تصل فقط على دراسة الدين؟ ليش في تقديرك؟ لأن الثقافة الدينية لا تؤدي إلى شيء. أنت خرجت إمام مسجد، خرجت مؤذن، طيب وبعدين؟ طيب دكتور، خلينا نكمل هذا الحوار بعد الفاصل. نعم تفضل. أيها الإخوة، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور أحمد. أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله في إضاءات من جديد. لازلنا نحاور الدكتور أحمد البغدادي الأستاذ في جامعة الكويت. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن تفرق يعني بين الزيتونة في تونس والأزهر في مصر من جهة، وبين كلية الشريعة في الكويت من جهة ثانية، يعني لأنها مثلا تشكلت ثقافة أوجدت هذه المدارس الشرعية تسمح بها، ولا تعتقد أنها تشكلت في الكويت فتريد أن تمنعها في الكويت؟ لا أبدا. شوف، أولا أعتقد يجب أن يعلم أن كلية الشريعة في الكويت ظل سنوات طويلة ترفض خريج كلية الشريعة من السعودية. كيف عفوا ترفض؟ يعني من يحصل على شهادة من جامعات السعودية في الشريعة، كلية الشريعة في الكويت ما تقبلها. ما تقبله يدرس فيه؟ ما تقبلها، نعم. في الشهادة غير معترف فيها إلى أن حدثت، ما نعرف، في عندهم خلافات. كانت تقبل فقط ترسم وعوثية للأزهر. أنا اللي أقوله أن إذا كانت في مؤسسة دينية، مؤسسة من مئات السنين مثل الأزهر، تمام، وطبعا دار العلوم دينية والأزهر دينية، بس دار العلوم شوية يعني أكثر مدنية، ومع ذلك لا يقبل الأزاهرة بالدراعمة ولا الدراعمة بالأزاهرة. ما في داعي أقول طبعا في السعودية في جامعات ما تعترف بجامعات، لكن طبيعي في جامعات طبعا ما تعترف. في نفس البلد لا ما يصير، خاصة انها حكومية. لكن انك انت تؤسس هذا، يعني كلية الشريعة موجودة كانت ضمن الحقوق، انت فصلتها لاسباب سياسية مش لاسباب دينية في الكويت. نعم، فانت فصلتها لاسباب سياسية مش لاسباب دينية. بس انت تقول اغلقوها لانها يعني عشان نحمي ابنائنا من التطرف، ما الان تقول نعم ما تقول لانه انت انشاتها او فصلتها لا انا اتكلم عن وضعها الان تاريخي. انا مش داخل في قضية تاريخ وما الى ذلك. يعني انا لو كان كلامي ما هو صحيح، لماذا رئيس الوزراء اوشك ان يتخذ قرار باعادتها لكلية الحقوق؟ وانت في تقديرك انه كان يريد ان يلحقها لانه ادرك انها اعتقد هذا يعني، عرفت شلون؟ وانا اعتقد انه المستقبل يحمل في طياته الاغلاق وليس الاستمرار، وانا اعتقد انهم يستشعرون ذلك. لهذا السبب في تقديرك؟ اي سبب؟ سبب الارهاب يعني انها اي نعم. طبعا راح يقولون في ضغوط امريكيه وكذا. انا اعتقد انه حتى لو في ضغوط، مش قصه ضغوط، هي قصه ان بدات الحكومات الخليجيه تدفع ثمن رعايتها لهذه الجماعات. انت تعتقد انه رعايه الحكومات الخليجيه للجماعات الاسلاميه هو الذي يعني تسبب في النهايه بحضن هذه الجماعات وبالتالي ظهورها، يعني انقلابها على الحكومات؟ طبعا، لانك انت تسمح لهم، تمام، هم ينتشرون، ثم بعد ذلك يعني في البدايه تكون مطالبهم خفيفه، ثم بعد ذلك يدخلون في العميق، يوصلون الى المجالس، يوصلون الى البرلمانات، يوصلون الى اماكن النفوذ في الدوله، فيبدؤون في عمليه التغيير. والهدف دائما، وهذا طب انت ليش يا دكتور ما نعتبرهم هم يعني حزب سياسي من حقه انه يغير؟ لا، الحزب السياسي، لا اسمح لي هذا الكلام يحدث إذا كان هناك تداول للسلطة، يعني أن يكون في أحزاب يتم انتخابهم، يحصلون على الأغلبية فيصلون إلى السلطة، منهم يكون رئيس الوزراء، يكونوا منهم وزراء يطبقون سياستهم. طيب تمام، لو في هذا تمام، في هذا أنا ما أختلف معك، هذا حق ديمقراطي. إذا لكن لأنهم تيار إسلامي مش من حقهم أن يوصلون يغيرون؟ لا، لأنهم هم الآن ما قاعدين يتبعون هذه الطريقة. وش يتبعون؟ هم الامتداد، يعني مثلا بيت التموين خارج نطاق البنك المركزي، اوكي، بنوك ما يسمى بالبنوك الاسلاميه. نعم.
ايه الامتداد داخل الوزارات، واحنا قاعد نشوفه في الكويت، امتداد داخل الوزارات امتداد رهيب في هذا الجانب. طب ليش تحرمهم من هذا الحق؟ انا ما احرمهم، انا اقول لهم قاعد يحصلون بدون مبدا تكافؤ الفرص، لان الحكومه وياهم. طيب يعني بس هذه التحفظ اللي عندك. لا مو اصلا تحفظ عندي، ما مش تمسكها كذي، هي ما تصير بالطريقه هذه. انا قاعد اقول لك ان في تحالفات، من ضمن هذه التحالفات فتح المجال. تمام؟ يعني مثلا اعطيك مثال بسيط، اللجان الخيريه التي تعمل بدون اساس شرعي، بدون اساس قانوني، والحكومه ساكته عنها. ماذا تسميه؟ طيب بس ما علاقه هذا؟ كيف انقلب السحر على الساحر؟ يعني كيف انقلبوا؟ هم بالبدايه لا يعني ما يبينون انهم اصحاب سلطه. تمام؟ لكن مع الوقت يبينون انهم اصحاب سلطه. فكلما ازداد نفوذهم وازداد هيمنتهم كلما ازدادت المطالب. ستعي السلطه في يوم من الايام انهم يريدون الحكم. طيب ومن ثم انا اعتقد ما يحدث في السعوديه الان. ماذا يريدون في السعوديه؟ هل يوجد انسان ينكر انهم يريدون النظام نفسه؟ هذا موجود في السعوديه الان. هناك من سيعتبر هذا الكلام من الدكتور أحمد البغدادي بأنه تأليب للأسر المالكة في الخليج على هذا التيار. والله شوف، أحمد البغدادي أستاذ جامعة يكتب رأيه. لا عندي علاقات مع الأسر الحاكمة، ولا عندي علاقات حتى مع شيوخنا في الكويت، ولا عندي تحالفات مع أحزاب، ولا أي قوة أنا أمتلكها علشان أألب فلان. أنا أكتب، الطرف الآخر يحب يسمع أهلا وسهلا، ما يحب يسمع حر. لكن هذه الحكومات تأخذ قراراتها بنفسها بعد أن ترى ما لا يراه الآخرون، وأعتقد أن الحكومة السعودية رأت ما لم يره الآخرون إلى الآن. طيب هل فيما يعني ما يتعلق بخارطة الإرهاب في الخليج كيف تقرأها الآن؟ إلى انحسار أم لا مش إلى انحسار، إلى تنامي. أنا أعتقد بعد ما شفنا الأسوأ. ما هو الأسوأ في تقديرك؟ أسوأ أن تكون مجتمعات مستقرة مثل الكويت ممكن أن يطولها الإرهاب. البحرين ممكن أن يطولها الإرهاب. إيش معنى الكويت والبحرين؟ ليش مش مجتمعات أخرى مثلا؟ طبعا أنا أشير لأنها أكثر محافظة مثلا؟ لا، لأنها محتضنة للتيار الديني أكثر شيء، والنفوذ قوي. يعني شوف البحرين أول ما سوت برلمانها هيمنة التيار الديني. فهذه الأنظمة. طيب التيار الديني هو لسان الشعب يا دكتور. الشعب محافظ. لا مش صحيح. الشعب محافظ يعني. من الذي ينتخب هذا التيار؟ نعم معك. أليس الناس هم الذين نعم. لكن الناس تنتخب للأسف الشديد بدون أي وعي سياسي وبدون أي ثقافة. تتجاذبهم الأهواء. هذه النتيجة الديمقراطية في النهاية. نعم أنا ما أختلف معك أبدا، كلامك صحيح 100%، لكنه ما هو صحيح. شلون صحيح بس مش صحيح؟ أنا أقول لك يعني أنت، يعني إحنا كلنا نعرف في الكويت مثلا بيع شراء الأصوات ظاهرة موجودة، الانتخابات الفرعية ظاهرة موجودة. بس اللي يشترون مو بس الإسلامي، اللي يشترون تجار واللي يشترون يعني. لا أتكلم بشكل عام. تمام، بشكل عام، مش فئة دون فئة. لا شراء الأصوات ظاهرة عامة. ظاهرة عامة. تمام. وتعتقد ظاهرة يعني شكل ظاهرة كبيرة. ظاهرة عامة. نعم. تمام. يعني مش شيء بسيط. لا ظاهرة عامة. للأسف الشديد الانتخابات الفرعية اللي تسكت عنها الحكومة مع العلم انها ممنوعة بالقانون. التدخلات الحكومية ما قبل الانتخابات بتفضيل ألف على باء، كل هذا يتيح مجال واسع لتخريب العملية الانتخابية. فلا تقول لي ان الناس تنتخب بطريقة واعية، مش صحيح. يعني أنت تقول أن وصول الإسلاميين إلى البرلمانات في الخليج هو نتيجة للعبة حكومية تتحكم في الأصوات، يعني الحكومات في تغيير. منها عدم وعي، منها نفاذ المال من خلال اللجان الخيرية والمؤسسات المالية في المجتمع، منها التحالف الحكومي معهم. عناصر كثيرة غير موضوعية تدخل في عملية انتخابية. يعني احنا قاعد نشوف العالم الإسلامي للأسف الشديد الانتخابات ما هي نزيهة. صحيح يوم الانتخابات ما في تزوير، لكن ما يسبق التصويت في كثير من التدخلات. طيب هل يمكن للوعي الديمقراطي أن يزداد مع الوقت؟ يحتاج إلى تراكم زمني في تقديرك؟ والله أنا أعتقد أن احنا الآن توليت. وش الحل يعني؟ والله سنعيش في دوامة أنا أعتقد إلى أن يحدث الوعي فجأة وليس تدريجيا. شلون الوعي يعني ينزل من السماء؟ لا أن الناس يعني مثل ما الحكومة السعودية شافت الآن التيار الديني شو يسوي وأخذت خطوات قاسية. وشلون وش هي الخطوات القاسية في تقديرك؟ احترف وزير الداخلية السعودي بوجود مئات في السجون على خلفية الحوادث الإرهابية. طبعا أنا لما أتكلم عن معلومات يعني ما كانت تحتاج إلى تصريح، يعني هو صرح نفسه. تمام. هذا تدري شو معناته؟ أن في مئات، معناته حقوق إنسان مهدرة.
شوف، على الرغم أني أنا ضد التيار الديني، لكن أنا أؤمن بأن حقه بمحاكمة عادلة، وحقه أن توجه له تهم، وحقه لا يسجن بدون توجيه تهمة. يعني تحت طائلة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. صوت الأمن. الأمن. الآن في معضلة الأمن والحرية. ألا ترى أن هذا يحدث أيضا في أمريكا في محاربتها للإرهاب؟ اسمح لي، بشكل نسبي. أمريكا في مؤسسات وفي صحافة تدافع عن الإنسان، وفي محامين الذين يعني في مجتمع متحرك. قانون الأمن الوطني يعني نعم أيضا. نعم، أنا معك، أنا ما أقول لك أقر، وحتى قانون الأمن الوطني يعني أقر من الكونغرس ولم يقرأ في الكونغرس. صح، أقر من الكونغرس، اسمح لي. ولم يقرأه معظم أعضاء الكونغرس. أنا ما أقدر أقول إنه ما حد قرأ. أنا ما أعتقد هذا الحكم صعب يعني جدا. في كثير صرحوا إنه ما أنت تعلم، أنا ما أقدر أقول هذا. لكن أنا أقول لك إنه أنت مصير في معضلة الأمن أو الحرية، اضطرت أن تضحي بالحرية مؤقتا. لكن نقدر نقول إن 1 على 1000 من الحرية الموجودة بأمريكا تغطي العالم العربي والإسلامي كله. 1 على 1000. نعم. طيب كيف حيأتي فجأة الوعي في تقديرك؟ ما أنا أقول لك مثل ما السعودية انتبهت الآن إلى أنها أمام مشكلة كبيرة. ترى السعودية إلى الآن مترددة في اتخاذ موقف حازم من الفكر الديني بسبب ارتباط الفكر بالنظام السياسي لمدة 50 أو 60. أي لأن الدولة قامت على نعم، على هذا. لكن أعتقد الآن أنها قاعد تشوف أنها قاعد تدفع ثمن باهظ في هذا الجانب. ومن ثم إذا الآن ما نفعت الحلول اللي قاعد تحاولها الترقيعية مع من يسمون بالمعتدلين، أنا ستضطر أن تقوم بعمليات جراحية صعبة. إذا شوف هني عمليات صعبة، إغلاق معاهد دينية، إيقاف التمويل، تجفيف اللجان، مراقبة الأموال، التشريعات، أشياء جدا كثيرة ممكن أن تتخذها أي دولة تجاه أي تيار تريد أن تقضي عليه. ولذلك أنا واحد من الناس لا أقبل أن يوضع الناس مئات من التيار الديني في السجون لمجرد الشبهة. لا أقبل ذلك لهم، حتى لو كانوا يعني ضليعين في عمليات إرهابية. لا، أنا أقول لك شبهة. أنا قاعد أقول لك الشبهة، ما أقول لك ضليع. طب أنت بس شلون تعرف إنه الشبهة مش؟ والله أنا أعتقد أن يطلق سراح 100 مجرم ومعاهم بريء من أن يسجن 100 بريء ومعاهم مجرم. هذا مهمة الدولة، أن تراقب وأن تحاسب وأن تتثبت وأن تتأكد. لديها أجهزتها الأمنية المختلفة، لكن ما أقبل أن مئات يقبعون في السجون لمجرد الشبهة حتى وإن كانوا من أعدائي. ما أقدر أنا أتقبل هذا إذا أنا أؤمن بحقوق الإنسان. طيب دكتور، أنت يعني قلت في تصريح بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن بشكل نسبي. نعم، يعني ماذا تقصد؟ يعني أنت الحين لو وديت الإسلام الصين، راح الصينيين يقدرون يستفيدون منه؟ مش محتاج أنت ثقافة معينة؟ أنت رحت بالإسلام حق ناس ما يحسنون اللغة العربية، ما يعرفون، ممكن يطبقونه؟ ما يحتاجون ثقافة معينة؟ لا، يحتاجون يتعلمون. راح تعلم مليار؟ مبالغة. يعني أنا اللي أقصده شنو؟ إنك أنت الإسلام يصالح لكل زمان ومكان إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف الواقع. يعني أنت اليوم في بلد مسلم مثل المجتمع الكويتي، ما أقول إسلامي، أنا أقول مسلم لأنه هو بلد ديمقراطي، تمام؟ وتأتي إلى قضية التعليم. هل تستطيع فقط أن تقيم دولة مثل الكويت أو حتى مثل السعودية بتعليم ديني فقط بدون تعليم مدني؟ لا. اسمح لي، السعودية المتدينة هي قبل الكويت في إنتاج مصممي الأزياء والمطربين وبيع الكاسيت والأغاني. يمكن نسبة الشعب لها علاقة؟ إذا كان متدين المفروض نسبة قليلة المفروض. طيب هذا وش تخلص منه أنت؟ أنا استخلص منه أن الإنسان ما يستطيع أن يكون مدني وديني في نفس الوقت، عليه أن يحدد إما أن يكون دينيا أو يكون مدنيا. إيه؟ لا يترك الدين عشان لا يساء الفهم، لا يترك الدين. أنا قلت الدين جزء لصيق في الشخصية، ولكن يجب أن ينتبه أنه إذا أراد أن يدخل الدين في الشأن العام عليه أن يكون حذرا بما لا يؤدي إلى الضرر في مسألة التأويل أو التفسير. دكتور أحمد البغدادي، لم يبقى لي إلا أن أشكرك على هذا. حياك الله، وأمل أني أكون وضحت بعض النقاط. شكرا لك. أيها الإخوة، حتى ألقاكم في حلقة جديدة من إضاءات. هذا تركي الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.